في شهر أبريل 4 قبل يعني في 1971 في شهر أبريل، قبل حتى تأسيس دولة الإمارات المعروف 2/12/1971، قبلها ب8 أشهر دعوة رسمية من الملك رحمة الله عليه وطيب الله ثراه الحسن الثاني إلى أخيه رحمة الله على أبونا الشيخ زايد عن طريق سفير المغرب في بغداد، بدعوة كريمة يدعوه إلى المغرب. ماذا قال أبونا زايد رحمة الله عليه؟ قال: كم من أخ بعيد أنفع من قريب. كلمات وهو حكيم العرب، نعم، لأنه وجد أيضا حكيم العرب أنه يريد الدعم عندما تخلت عنه بعض الدول في الدعم ليؤسس ويكون دولة الإمارات. وصل في زيارة رسمية، أعجب أبونا زايد رحمة الله عليه بالمغرب، حضارة المغرب وعظمة المغرب وأسلوب الملك، والملك من هو؟ الله أكبر، خليفة محمد الخامس. وأعجب بشخصيته وحبه وشعبه الكريم المتعلم المثقف. وعرض في وقتها الملك رحمة الله عليه الحسن الثاني أن ينقل ملف الإمارات إلى الأمم المتحدة، ولو أن التاريخ يقول أن الجزائر أول من عارض ذلك ولا تريد استقلال أو لا تريد إنشاء دولة الإمارات. نقل الملف وأرسل أكثر من 8000 من بواسل المغرب، والمغرب باسلة بأهلها وشبابها ورجالها، من الجيش المغربي والشرطة إلى الإمارات لحماية الحدود والوقوف. ولم يكن الشيخ زايد رحمة الله عليه يثق في شعب أكثر ما يثق من الشعب الجيش المغربي الباسل، وهل هناك أخلص من هذا الشعب؟ وهم كرماء. تلومون في حب المغرب، لكن ما لفت نظري أيضا أن الشيخ زايد رحمة الله عليه كان جالسا في المغرب، والملك رحمة الله عليه الحسن الثاني كان واقفا. سأقول لكم وأخبركم ماذا قال، فقد كتبته لأنها كلمات نابعة من القلب. قال: حياك الله وبياك. هذه كلمات الحسن الثاني رحمة الله عليه. حياك الله وبياك، ومن كل شر وقاك، وإلى الهدى ومساعي الخير وجميع ما تحبه من نعمة وكرمه هو حباك، ولأنك عزيز على شعبك فأنت عزيز علينا وعلى شعبنا.